دي الجدة بون، والعلامات اللي بتحطها دي عشان تقسم البيت بينها وبين هان الطالب الجامعي اللي جاي يسكن معاها جديد. الخطوط الحمراء ممنوع يمشي فيها، أما الزرقاء فملكه لوحده، والصفراء منطقة مشتركة. وكمان بتديله شوية تعليمات عشان فاتورة المية والكهرباء. الأسعار ولعت اليومين دول، والأكل كل واحد لوحده. وكمان بتديله المفاجأة الكبيرة، وبتقوله إن الحمام استخدامها لوحدها أصلها بتقرف. فبيقول لها أيوة يعني أتصرف فين أنا يا تيتا. وتاني يوم بيروح هان الجامعة وبيحكي لصاحبه عن معاناته مع الجدة، وصاحبه بيقترح عليه يسكن في سكن الجامعة، بس هان ما بيرضاش لأنه أغلى وكمان زحمة. وبعدها بيطلع على شغله وبيكون شغال في شركة نظافة، وبيروح ينظف أوضة واحد ميت واكتشفوا جثته بعد 3 شهور لأنه عايش لوحده. وبعد ما بيخلص بيمشي مع صاحبه اللي بيحذره من واحد اسمه دان هون لأنه هينصب عليه. وتاني يوم الجدة بتصحي هان الساعة 8 الصبح وبتقول له قوم وقت التنظيف بدأ، وبتخليه ينظف لحد ما بيطلع عينه. بس في الآخر بتكافئه وبتعمله الفطار، وبتقول له انت بتصرف كام بقى في الأكل البايظ بتاع بره ده؟ فبيقول لها 4 دولار. قالت له اديني 5 بس وهعمل لك أكل بيتي يرم عظمك بدل ما انت هفتان كده. وبتطلع تيتا نصابة أساسا. وبعدها بتروح تجيب له وجبة من الوجبات المجانية اللي بتتوزع لكبار السن. في نفس الوقت بيكون هان في الجامعة وبتكلمه واحدة من العملاء بتوعه بتطلب منه يعتني بالكلب بتاعها 3 أيام، فبيروح ياخده ما بيكونش عارف يروح بيه فين، وبيفضل بيه في الشارع لحد بالليل. وبعدها بيرجع على البيت وهو خايف من الجدة اللي أول ما بتشوفه بتقول له مش هيقعد في بيتي يعني مش هيقعد، هو أنا يا ابني طايقة أتعامل مع بشر أما تجيب لي حيوانات؟ فبيفضل يتحايل عليها، فبتوافق مقابل إنها تاخد نسبة من الفلوس اللي هياخدها والنسبة الأكبر كمان. فبيضطر يوافق وبيحضر هان للكلب أكله قبل ما يروح الجامعة. وبيفضل الكلب مع الجدة اللي بتكون قافلة باب أوضتها على نفسها وسايبة الكلب بره، بس هو بيفضل يهوهو عند باب أوضتها لحد ما بتطلع تحط له أكله وبتقعد معاه. وبيرجع هان وبيقابل ست كبيرة تانية خارجة مع الطالب اللي عايش معاها ورايحين السينما، وبتقول له يا ضنايا يا ابني الله يكون في عونك مع الولية غريبة الأطوار اللي انت عايش معاها دي. فبيبص لعلاقتها بالطالب اللي عايش معاها وبيقول الله يكون في عوني فعلا. وتاني يوم لما بيروح هان الجامعة وبيسيب الكلب مع الجدة بتقعد تلعب معاه وبتدلعه. ولما ال3 أيام بيخلصوا وهان بياخد الكلب عشان يرجعه لصاحبته، الجدة بتتضايق بس ما بتبينش ده، وبتخرج الجدة مع جارتها اللي بتنصحها تعامل هان بطريقة كويسة زي حفيدها، وبتقول لها الوحدة وحشة ووجود شخص معاكي بيهون كتير. فبتفكر الجدة بون في كلامها. تاني يوم بيروح هان يقابل البنت صاحبة الكلب بعد ما تشيك وحط الجل وما بقاش حد قده، وبيروح معاه صاحبه وبيقعدوا سوا وبيسهروا. في نفس الوقت بتكون الجدة بون بتشتغل وبتلم الكراتين من المطاعم والمحلات وبتروح تبيعهم. ولما بتخلص شغلها وبتروح بتفضل مستنية هان لوقت متأخر لحد ما بتنام. وفي طريق هان وهو راجع بيلاقي هون صاحبه النصاب، فبيقول له من الآخر مش معايا فلوس، لكن هون بيقول له عيب عليك يا جدع أنا جيت أشوفك بس عشان مسافر. وبيطلب منه يروح يبات معاه لحد ميعاد القطر تاني يوم، لكن هان ما بيرضاش لأن الجدة ما بتحبش الناس الغريبة. لكن بعد محايلة بياخده معاه وبيدخله بالراحة من غير ما الجدة تاخد بالها. وفي نص الليل بتقوم الجدة وبتلاقي هون في الحمام وبتتخض وبتفتكره حرامي، وبيقوم هان على صوتهم وبيفض بينهم وبيخرج هو وهون اللي بيقول له حس كده يا صاحبي أنا عايز فلوس بصراحة، ولأن هان طيب بيديله عادي. وبيرجع بعدها للجدة وبيعتذر لها، بس هي بتتعصب عليه وبتقول له إن أهله معرفوش يربوه وبتديله مهلة كام يوم عشان يمشي. فبيتعصب إنها جابت سيرة أهله وبيقول لها إنه كده كده ماشي لأنها شخص لا يطاق العيشة معاه. وتاني يوم هان وهو مروح من الجامعة بيشوف الجدة بون وهي ماشية بعربية الكراتين اللي بتقع في الطريق قدام عربية وبتفضل تلمها، لكن بيجي صاحب العربية اللي وقفت قدامها وبيزقها يوقعها. ولما هان بيشوفها بيروح للراجل وبيتخانق معاه وبيضربه، وبيروحوا كلهم على القسم وبيطلب الضابط من هان إنه يتصل بوالده أو والدته لكنه بيعرف إنهم متوفيين. وبتيجي الجدة بون تقول له إنه عايش معاها، فالضابط بيسأله هل ده صحيح؟ فبيقول له أيوه عايش معاها. فبيفتكر الضابط إنه بيستعر منها عشان شغلتها، فبيضربه على دماغه وبيقول له يفتخر بجدته وإنها كتر خيرها إنها بتهتم بيه بعد موت باباه ومامته. فبيحاول يشرح له هان الموضوع لكنه ما بيديلوش فرصة وبيهزق الراجل التاني اللي ضرب الجدة وبينتهي الموضوع. وبيروح هان مع الجدة اللي بتعمل له أكل وبتقول له لأول مرة يقعدوا ياكلوا سوا، وهما الاتنين بيعتذروا لبعض عن اللي حصل. وتاني يوم بيروح هان الشغل وبيدور على هون بس بيعرف إنه نصب عليه في الفلوس بس ما بيهتمش قوي، وبيروح ينظف أوضة واحد ميت كان عنده 28 سنة وبيكون متضايق جدا لأن أوضة الولد ما بتختلفش كتير عن أوضته، وبيكون خايف يموت هو كمان
هان وحيد، فبيحاول صاحبه يضحكه. وبعدها بيروح هان البيت وبيكون جاب للجدة مكمل غذائي وبيسيبه لها، وبتتبسط جدا لما بتشوفه. وتاني يوم بيتمشوا سوا وبتشوف الجدة صاحبتها هي والولد اللي عايش معاها، وبيعرضوا عليهم يروحوا كلهم الحديقة بكرة. وبيتحايل هان على الجدة بون عشان توافق، فبتوافق عشان خاطره. وبالليل بيطبخوا سوا وبيكونوا مبسوطين، وبتأكل الجدة بون هان في بقه كمان. وتاني يوم بيروحوا الحديقة وبيقضوا وقت لطيف سوا وبيتصوروا كمان. وبالليل لما بيرجعوا الجدة بون بتفضل تدي لهان نصايح من خبرتها في الحياة، وبتقوله يبطل طيبته الزايدة دي اللي مودياه في داهية، ويتعلم يقول لا على أي حاجة مش عاجباه. فبيكون مبسوط جدا بنصايحها لأنه أول مرة يلاقي حد ينصحه، وبيعمل بيهم وبيلاقي إن حاجات كتير اتغيرت للأحسن. ومع الوقت بتتغير الجدة هي كمان، وبتبطل البخل اللي هي فيه، وبتفك الكيسة وبتعمل أكل لجارتها وبتروح تزورها، وبيفضلوا يتكلموا. ولما بترجع بتلاقي هان خارج من أوضتها، فبتسأله كان بيعمل إيه، فبيقول لها إنه نضف لها أوضتها. فبتدخل بسرعة تدور على صندوق الفلوس اللي فيه طبع ما بيغيروش، ومش بتلاقيه. فبتدخل على أوضة هان وبتلاقيه فيه، فبتسأله وهي متعصبة بيعمل إيه عندك ده، بس هان بيكون مستغرب ومش فاهم إيه ده أصلا. لكن الجدة ما بتصدقوش وبتطرده بره، فبيقعد في الشارع وبيفضل يفكر لحد ما بيفتكر إنه فتح باسورد الباب قدام هون لما جه يبات معاه، فبيتأكد إنه هو، وبيروح له على مكان بيتعود يكون فيه. وأول ما هون بيشوفه بيجري منه، وبيجري هان وراه لحد ما بيمسكه وبيضربه، وبيقوله يرجع الفلوس. لكن هون بيقوله إنه مش هيعرف، وإنه خدها عشان يرجعها لناس نصب عليهم، وإلا كان هيروح في السجن. فبيخليه يتصرف وبياخده وبيرجع الفلوس للجدة، وبيعتذروا لها هما الاتنين. وبعدها بيقعد هان مع هون اللي بيفضل يقوله مبررات عن اللي هو بيعمله، وهان بيفضل يشرب لأنه بيفتكر إنه وحيد وما عندوش أب ولا أم، وبيسكر جدا. وبيقابل صاحبه وبيفضل يهلفط في الكلام، وبيقوله إنه يتيم واتربى في دار أيتام. وبالنسبة لأصحابه بتكون مفاجأة لأنهم ما يعرفوش، لكنهم بيقولوا له إن ده مش عيب فيه، وبيفضلوا يهزروا معاه. بعدها بيجيله تليفون إن في جدة من الجدات ماتت، فبيروح وهو مرعوب تكون الجدة بون. لكن أول ما بيشوفها بيطمن، وبتطلع صاحبتها هي اللي ماتت، وبتكون الجدة بون زعلانة جدا عليها. وتاني يوم بتروح على شقة صاحبتها، وبتلاقي ابن صاحبتها عمال يدور على فلوس مامته ومش مهتم بأي حاجة تخصها. ولما بتديله الجدة بون البرواز اللي مامته كانت بتحبه ما بيهتمش بيه، وبيقع يتكسر وبيكون جواه شيك بكل ثروتها. فبتشوف الجدة بون وبتقول له هو ده اللي بتدور عليه، فبياخده وهو مبسوط وبيكونش مهتم بأي حاجة تانية. وتاني يوم بيكون هان بيلم حاجته عشان يسيب البيت وهو زعلان، وبياخد صورته هو والجدة معاه. وفجأة بيلاقي الجدة بتقول له لما اتخرجت من الجامعة سافرت ألمانيا اشتغل ممرضة هناك، وكنت باخد 8 أضعاف المرتب العادي، وهناك حبيت راجل جدا، لكن اكتشفت انه متجوز في الآخر وتخلى عني. فرجعت لأمي وأنا وحيدة ومكتئبة، وصرف أبويا كل فلوسي على الشرب وخيانة أمي. وبعدها أمي ماتت من الحزن والاكتئاب، وفكرت ساعتها في الانتحار، لكن ما عملتهاش وفضلت بقيت حياتي وحيدة ما بستناش من حد حاجة، لحد ما جيت عشت معايا وحسيت انك حفيدي، وبقيت بستناك لما تتأخر وبقلق عليك. فبيروح هان يقعد جنبها وبيحكي لها هو كمان انه بعد ما اتولد ب8 شهور ابوه سابه في الكنيسة وتخلى عنه، وان اكتر حاجة بتضايقه في الدنيا هو سؤال اي حد عن باباه ومامته. بتدمع الجدة وبتقوله تعيش معايا بس المرة دي كجدة وحفيدها، ونكون عيلة بجد. فبيوافق وبيحضنوا بعض. وبعد وقت بيفوزوا هما الاتنين في برنامج مشاركة السكن كعيلة، وبيعيشوا مع بعض مبسوطين. وبتتغير الجدة للأحسن أكتر، وبتشتغل وبتساعد الأطفال الأيتام، وبتروح تحط كل فلوس الصندوق في حساب باسم هان، وبتسمح له كمان يخش الحمام براحته. وبيخلص الفيلم على كده.